جديدة من سبوت لايت بلشت اليوم. خلينا نشوف شنو عندنا في هالحلقة. أنا لك وفيك بموت حبيبي، أنا لك وفيك بموت حبيبي. أما الحين راح نتوجه إلى الموسيقى. فقرة ميوزك اليوم ما راح تكون عن موسيقى غربية. حق كل محبين الموسيقى العربية اليوم راح نلتقي شاب فنان يغني لون البوب والهاوس العربي. أنا لك وفيك بموت حبيبي، أنا لك وفيك بموت حبيبي، حبيبي حبيبي حبيبي، أنا لك وفيك بموت حبيبي. عبد العزيز كسار فنان شاب خليجي، اوكي، بس انتشر في اللهجه المصريه، وما راح اسالك ليش تغني بالمصري لان هالسؤال انقهر لما اشوفه بالانترفيوز اللي صح. ما له اي طعم، ومعروفه الاجابه لان اللهجه المصريه اشهر لهجه في العالم العربي. صح، هي لهجة منتشرة طبعا. يعني أكثر لهجة التونسي، المغربي يسمع مصري، الخليجي يسمع مصري، فالوطن العربي كله يسمع مصري يعني. راح تكمل الاغاني المصريه، يعني اغنيتك الجايه هم مصريه؟ لا شوف أنا خل أقول لك شغلة. وانت قاعد تنقي ترى اكثر لون ضارب حاليا مصري صح. وهاوس. الهاوس المصري يعني اللي أنا كل من قاعد يمكن يشتغل أنا لما كان عليه. عمري تقريبا أسبوع سوالي السبوع اللي يسوونه المصريين. لا والله. والله اسمع عرفتي؟ كلام امك. تن أيوة. تن تن تن. عبد العزيز وايد شفت شو اسمه جرايد ومجلات مقابلات مسوي لك اياها مصرح فيها ان انا ما لي علاقه بسالفه ملك جمال الخليج. شنو ملك جمال الخليج؟ شنو هالسالفه؟ موضوع ملك جمال الخليج انتشر بالإنترنت بالمنتديات وكذي. مسوين طبعا هم الظاهر مسابقة، أحد المنتديات يعني اللي مهتم بهالمواضيع. أنا بعدين دريت بالخبر لما طلع وكذي، بس بعدين أنا صرحت إن أصلا أنا ما أدري عن الموضوع ومو مهتم حق اللقب. يعني بالأخير ملك جمال يعني ما أعتقد الموضوع يخص الرجال، عرفتي؟ بالأخير الموضوع حق الحريم. It's been 3 days. You come around here like you know me. You're stuck in my place. Next thing you know, you'll be using my toothpaste. Step up, sit down, get ready. Let me tell you who's the boss now. Stay here, get out. Every time I turn around, you're in my face. اغنيتك الجايه هل بلشت تشتغل عليها ولا لا؟ الصراحة إيه، أنا توني راد من مصر على أساس موضوع السنجل الثاني. إن شاء الله هو هم بعد للمرة الثانية راح يكون هاوس مصري باللهجة المصرية. ما أدري عاد إذا هاوس ولا مو هاوس، ما أدري، بس إنه بالمصري يعني. بعيدا عن الفن لابد ان انت نهايه اليوم انسان عادي عندك اشياء ثانيه تحب تسويها. شنو الشيء اللي يسعدك او على قولة اللبنانيين تفش فيه خلقك مثلا اذا ضايق خلقك او وات ايفر؟ يعني يومي عادي نفس يوم أي شاب. نادي، مطعم. رايحين رايحين رادين؟ رايحين رادين.